السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. وقت اللي تدخلكم هذا الفيديو من قناه مطبخ السنور. اليوم باذن الله جبت لكم ولا راح نشارك معكم وصفه اللي راح دايره ضجه كبيره في الموقع التواصل الاجتماعي، اللي هو الموسكوتشو. موسكوتشو الاعراس اللي راهم دايرين به ضجه كبيره، يعني في اي فيسبوك تدخلي غادي تلقي الموسكوتشو الاعراس. موسكوتشو الاعراس اليوم جبتها لكم بطريقه سهله واقتصادي، مش كما اللي هم يعني يديروه ضربك، راهم يزيدوا فيه الفلون، راهم يزيدوا فيه يعني بزاف مكونات. انا اليوم عطيتها لكم غير مقادير سهله واقتصاديه. ما عليكم فقط تتبعوا معايا الفيديو للاخير، وما تنسوش الله يحفظكم وينوركم بهذاك الجام فضلا حبيبتي ليس امرا. وبلا ما نطول على خياتي راح نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله وعلى بركة الله. هنا راح نبدا في الوصفه. هنا في الغسيبيو حطيت 3 حبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني هنا قبل ما تبداو في الوصفه تاعكم على الاقل بربع ساعه تجبدوا البيض من الثلاجه. هنايا حطيت رشه صغيره تاع الملح، عندي هنايا مغرفه صغيره تاع مبشور الليمون، وكاس تاع السكر عادي. بالنسبه هنايا سعه الكاس يرفد 220 ملل. وهنايا بالباتر راح نخلط هذا الخليط تاع البيض والسكر حتى يتغير اللون تاعه ويصبح اللون تاعه ابيض ويذوب لنا هذاك السكر. وهنا بالنسبه للباتر الشيرات انا هنا ديتها غير باه نسهل على روحي، يعني بالنسبه للوصفه راها ناجحه حتى اذا استعملتي الفوي. برك هنايا البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. وهنايا بعد ما خلطت مليح هذاك الخليط تاع البيض والسكر، دروك راح نضيف كاس تاع الحليب هنا يكون دافي. هنا الدور تاع الحليب الدافي راح يذوب لنا السكر. راح نخلط مليح، من بعد راح نضيف الكاس تاع الزيت. يعني هنا نبقوا دائما في نفس الكاس اللي نكيلو به السكر راح نكيلو به الحليب والزيت. راح نضيف هنا الكاس تاع الزيت بالتدريج ونخلط حتى يتجانسوا كامل المكونات. وهنايا بعد اللي خلطت الزيت غايه مع الخليط تاع البيض والسكر، دروك راح نضيف كاس تاع الفرينه. وهنايا الفرينه لازم تغربلوها هكذا باه المسكوتشو تاعكم يجيكم خفيف. هنا دائما نفس الكاس اللي نعبر به، يعني اللي نكيل به من الاول راح نكمل به كامل المقادير. هنا كما كتشوفوا راح نخلط مليح، يعني هذاك الكاس تاع الفرينه راح ندخله مع خليط السوائل. اذا هنا خلط مليح. وهنا راح نزيد نضيف الكاس الثاني تاع الفرينه. وهنا عندي 2 اكياس تاع خميره الحلويات، الوزن الكيس الواحد 10 غرام، يعني هنايا راح نضيف 20 غرام. ورايح نخلط مليح كما راكم تشوفوا. من بعدها راح نضيف نص كاس اللي بقالي تاع الفرينه، يعني هنايا قادره تديلكم 2 كيسان كما قادره تديلكم 2 كيسان ونص، يعني على حسب النوعيه تاع الفرينه اللي عندكم. كاين نوع يعني كاين فرينه اللي تشرب وكاين الفرينه ما تشربش، ومن الاحسن انكم تدوا ديك الفرينه الخاصه بالحلويات تاع 45. وهنا كما كتشوفوا راني ضفت هنايا نص الكاس تاع الفرينه اللي كان باقي لي، يعني هنا الكميه تاع الفرينه اللي درتها هي 2 كيسان ونص. هذه هي البنات. هنا نخلطوا مليح. شوفوا هنا قوام المسكوتشو كيفاش يكون، يعني راح نديروا هذا لاستيس باش نعرفوا القوام تاع الكيك ولا تاع المسكوتشو اذا كان خاصه الفرينه ولا لا. شوفوا البنات هنايا كي نديروا هذا الرقم تاع 8، اذا راح لكم تمتم يعني الخليط تاعكم مازال خفيف، يعني مازال خاصه الفرينه، بصح كي ديروه يعني كي نقولوا يقعد شويه من بعد يروح، يعني القوام تاع الخليط ما خاصاش الفرينه كما راهم موضحه هنايا في الصوره. يعني درت هذيك رقم 8 قعد شويه من بعد راح، يعني هنايا بالنسبه للقوام تاع الكيك ولا المسكوتشو راه عندي مليح. هنايا نجيب المول تاع المسكوتشو ورايحه ندهنه بشويه تاع المارغرين ورشه ليه شويه تاع الفرينه. من بعدها راح نديرها في الكونجيلاتير، يعني هنايا قبل ما تبدا في الوصفه درت انا في الكونجيلاتير وجبت دروك حنفرغ فيه الخليط. هنا البنات اذا كان عندكم المول يعني كيما هذا وتخافوه يلصق لكم، ديروا له هاد لاستيس، يعني تدهنوه بالمارغرين وديروا له شويه تاع الفرينه وتدخلوه للكونجيلاتور هكذا، انسوا بلي المول تاعكم غادي يلصق. انا هذا المول من كثرية ما نطيب فيه كي نقولوا بدا يخسر لي، يعني بدا يلصق لي، درتها في الكونجيلاتور هكذا ما غاديش كامل يلصق لي، يعني الحبه تاع المسكوتشو غادي تطيح لكم تقولوا المول جديد. هنا نفرغ الخليط تاع المسكوتشو، وهنايا راح نخبطه 2 خبطات هكا خفيف حتى نخرج هذوك الفقاعات الهوائيه. من بعد هنايا راح ندخله للكوش يطيب يعني على 180 درجه. وهنايا خياتي بعد ما طاب المسكوتشو تاعنا، شوفوا هنايا الله يبارك كيفاش طاب احمر وجا ما شاء الله. دروك شنو غادي نديرو؟ هنا راح نغطيه وراح نخليه يبرد هكذا باه نحيه من البول يجيني ساهل. هنايا شوفوا بعد ما برد هنايا راح نجيب الصحن ورايحه نحيه من المول. نشوفوا كيفاش يتنحى بكل سهوله، يعني هذيك لاستيس اللي عطيتها لكم راها ناجحه وراني مجربتها، يعني دائما نخدم بها.
شوفوا هنايا كيفاش جاي طالع، الله يبارك، جاي اسفنجي ما شاء الله. يعني هنايا الوصفه راها ناجحه مليار في المية، غير جربوها صدقوني ما غاديش تندموا. وشفتوا المقادير اقتصاديين، ما غاديش يكلفوكم بزاف، يعني تقدروا تبدوا مشروعكم براس مال صغير. وهنايا بالنسبه للتزيين يبقى واش عندك نتيا في الدار. يعني هنا انا قلت لكم موسكوتو اقتصادي، راح نبقوا في الاقتصادي، ما غادي ندير له لا شيكولا لا حتى حاجه، غادي ندير له فقط سكر كلاص هكذا بالمصفات، راح ندير عليه شويه سكر كلاص. وهنايا رانا كملنا الوصفه. يعني موسكوتو شوفوا كيفاش جاي طالع، جاي خفيف واقتصادي كما كنت قلت لكم، ما درناش فيه هذوك الاضافات اللي راهم نديرهم دروك. نتمنى وصفه عنها اليوم تكون نالت اعجابكم خياتي، وتجربوها. ما تنسونيش في الجيم عفوا والبارطاج فضلا وليس امرا. واللي كانت اول مره تشاهد في هذه القناه ندعوها للاشتراك مع تفعيل الجرس بتوصلوا بجديد الوصفات. في الاخير خياتي ما عليا غير نقول لكم انتظروني في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.